انضم الدولي المغربي حكيم زياش إلى تدريبات فريقه كلط سرايا التركي لكرة القدم بعد عودته إلى إسطنبول قادما من كوت ديفوار. وأوضحت صحيفة فاناتيك التركية أن زياش عاد أمس السبت إلى تدريبات كلط سراي استعدادا لمنافسات الدوري. وشددت الصحيفة التركية على أن كلط سراي قرر بقاء زياش مع الفريق إلى غاية الصيف المقبل. وأشار المصدر نفسه إلى أنه رغم قرب انتهاء الميركاتو الشتوي في تركيا الذي ينتهي في 9 فبراير الجاري، إلا أن كلط سراي حسم بشكل نهائي في استمرار زياش رفقة الفريق. تجدر الإشارة إلى أن كلط سراي كان قد أعلن الصيف الماضي ضمه حكيم زياش بموجب عقد يمتد موسما واحدا على سبيل الإعارة مع إمكانية تفعيل بند الشراء. جدير بالذكر أن عقد حكيم زياش رفقة فريق تشيلسي الإنجليزي ينتهي صيف سنة 2025.